جبت لكم اليوم فيديو غادي يعجب بزاف ديال العيالات اللي ما كتصدقش لهم كيكه. الا بغيتي سيداتي كيكه تجيك ناجحه كاين بزاف الاسرار ديالها. اولا بعدا غادا نعطي المقادير ديال هاد الكيكه ومن بعد غادا ندرج النصائح ديالها. بالنسبه للمقادير كناخذوا 4 البيضات حراره المطبخ، كناخذوا كاس تاع السكر 150 غرام، كناخذوا 2 اكياس ديال الفاني اللي ما بغاش الفاني يقدر يدير قشور الحامض ولا قشور الليمون. كنشدو هاد البيض والسكر كنخفقوهم مزيان في طراب كهربائي حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض. من بعد كنضيفو كاس تاع الزيت تقريبا 80 مليلتر ديال الزيت، كنحركو من جديد بالطراب الكهربائي. من بعد كناخدو 200 غرام ديال الدقيق. بالنسبه لهاد 200 غرام ديال الدقيق كنديروها على شكل دفوعات، ما كنديرهمش دقه واحده باش ما كطيحش لنا ديك لاباري اللي طلعنا ديال البيض. كنديرو على 3 المرات وكنحركو من الاسفل الاعلى. هذا هو السبب الاول ديال انجاح الكيك ديالنا. من بعد كنضيفو 2 معالق ديال النشا. بالنسبه لخميره الحلوى كناخذوا 14 غرام ديال خميره الحلوى. من بعد السر الثاني كناخذوا 80 غرام ديال الزبده مع 160 غرام ديال الحليب، كنخلطهم مع بعضياتهم، كنديرهم في انيه فوق نار مهيله كتذوب الزبده. كناخذوا الخليط كنخليوه ما كيبقى سخون بزاف، كيبقى دافي شويه. كنضيفوه الخليط الاول اللي عندنا وكنحركو بالزربه ومن الاسفل الاعلى. هذا هو السر الثاني ديالها. السر الثالث ملي كنبغيو ندخلوها، قبل ما كندخلوها كنديروها في القالب ديالها. من بعد كناخذوا موس ولا اي اداه كنحركوا الخليط اللي عندنا، كنديروا حركه دائريه حركه عشوائيه. من بعد كنزينوها باللوز ايفيلي ولا اي حاجه متوفره عندك في الدار. ملي كندخلوها للفران هذه هي المرحله الحاسمه والمهمه بزاف. ملي كندخلوها الفرن ما كنحلوش عليها الفران مده 20 دقيقه حتى كدوز 20 دقيقه، عاد كنقدو نحلو عليها الفران باش ما كتهبطش لنا الكيكه ديالنا. شوفوا النتيجه كي كتجي مهويه، كتجي خطيره هاد الكيك ديالنا وكيجي الحجم ديالها كبير كيف ما كتشوفوا. راه درت غير 4 البيضات حجم صغير ودرت غير 200 غرام ديال الدقيق ودرت هاد الانيه راها كبيره. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه وتعجبكم وما تبخلوش عليا بالدعم. شكرا، الى الملتقى.